انت مشجع متشائم، انت ما انت هلالي. من لا يثق في الهلال لا يستحق تشجيعه. كل هذا عشان ابديت شعوري اتجاه القرعة. مين الاهلي اللي يخوفك؟ الاهلي اللي طلعني الموسم الماضي من نفس المكان. مشيت معاه صدفة، مشيت صدفة، انا مصدقكم. السنة هذه 3 مباريات لعبت معه، انا ما فزت في اي مباراة. هذه مباراة الهلال والاهلي في نصف نهائي كأس الملك، 25 تسديدة مقابل 14 تسديدة للهلال، 8 على المرمى للاهلي مقابل 4 للهلال. ركزوا، 8 دي اللي على المرمى ما فيها تسديدة توني الغلط اللي الدقيقة 93، ما فيها تسديدة محرز. فرص خطيرة 7 للاهلي و1 للهلال. الموضوع مو لازم يكون هياط، هاتوا الهلاوي انا الهلال ما يقدر عليا. ترى مو لازم بالطريقة دي. اي هلالي يبغاني اكون مهايطي انا ماني مهايطي. هايطت العام وسويت فيلم هندي وهاتوا الهلاوي ولقمت. توبة هايط مرة تانية. قعدت شهر كامل بعد ما طلعني الاهلي مستحي ادخل اسوي موضوع. عيني مكسورة عشاني هايط. حرفيا الهلال والاهلي 50-50. اذا في فريق في اسيا كلها قادر على الاطاحة بالهلال فهو الاهلي، واذا في فريق في اسيا كلها قادر على الاطاحة في الاهلي فهو الهلال. عشان كده جاني ضيق، كان ممكن اتجنب الاهلي العب معاه نهائي. الموضوع مو خوف، سوء حظ معانا غير طبيعي. نقابل اقوى فريق في شرق اسيا فيصل كوبي، بعدها نقابل الاهلي، بعدها يجينا الاتحاد منتشي. اللي يقول الاتحاد ما راح يوصل نهائي، للاسف اقول لكم الاتحاد في النهائي. فالطريق صعب. حتقولوا لي الهلال يحب الصعب، ايوه، بس هذا لما اكون ماني منافس على دوري. انا ممكن اسوي زي العام، اخرج بخفي حنين، لا دوري ولا نخبة ولا كاس، وبسبب الارهاق انسحب من السوبر. 4 بطولات خرجت منها 0. الموضوع مو هياط، في قلق، ايوه، خوف ان شاء الله ما في خوف. قلت لكم انا قلب موت، بس اتضايقت من اللي يقول لي ما انت هلالي. مع نفسك، ما يهمني تشوفني هلالي ولا تشوفني ايش، مع نفسك. بوم بوم بوم. تم تحديد مواعيد وتواريخ مباريات دور ال16 من دوري ابطال اسيا للنخبة. الاهلي والدحيل يوم 13 ابريل الساعة 5:45. الهلال والسد القطري يوم 13 ابريل الساعة 9. الاتحاد والوحدة الاماراتي الساعة 9 يوم 14 ابريل. ودوا الهلال ملعب عبد الله الفيصل، والاتحاد والاهلي حيلعبوا في الجوهرة ولا الانماء. عادي يا عمي ملعبهم، اتهنوا، احنا لنا الله. لكن انه الاتحاد يلعب 14 ابريل ويلعب يوم 10 ابريل هذه ممكن تنبلع. لكن كيف الهلال حيلعب خارج ارضه مع الخليج يوم 11 ابريل، حيسافر الشرقية، وفي اقل من 48 ساعة يروح يلعب مع السد خارج ارضه في جدة. والاهلي حيلعب مع الفتح داخل ارضه يوم 11 ابريل، وفي اقل من 48 ساعة حيلعب مع نادي الدحيل داخل ارضه. هل الاتحاد الاسيوي حط الجدول ده وقال لهم اتصرفوا، ما يخصنا ايش ظروفكم المحليه، مين ينافس محليا مين ما ينافس؟ يعني انا مستغرب ليش الاتحاد ما خلوه يوم 13 ابريل والاهلي يوم 14 ابريل. يجيني واحد يقول لي طب ليش ما تقول الهلال يوم 14 ابريل؟ ما ينفع، لانه الهلال لو تاهل حيلعب يوم 16 ابريل، فيصير عشان هنا نريح 3 ايام، هناك ارتحنا يومين بين دور ال16 ودور ال8. فرسميا مباراه الهلال يجب ان تتقدم وتصير يوم 10 ابريل، هذه ما فيها كلام. بس انا اقول لكم اتمنى من الاتحاد السعودي انه يساعد الانديه اللي هم الهلال والاهلي ويقدم لهم مباراتهم يوم، لانهم منافسين على الدوري وعلى النخبه. فلو كانت فعلا يومين فحيتضرروا. حتقولوا لي الهلال عنده دكه، حقول لكم والله ما عندنا بديل للنفيس ولا السفج ولا الكوليبالي ولا التنبكتي ولا الثيو، فحيضطروا يلعبوا المباريتين كاملتين. اما سالم اتمنى انه يلعب المباراه حقت الدوري وهو مالكم، ويصير ما هم جاهزين لياقيا لمباراة السد، ونشوف نونيز ومندش او نونيز وسايمون. مجرد امنية. ديني اني اشوف هلال يعيش دور المظلوم على حسي. ليش؟ انت زي ما بتلعب دور 16 في عبد الله الفيصل، انا لو تاهلت دور 8 حلعب في عبد الله الفيصل. يعني مباراة هنا ومباراة هنا. حضرت جنابك تبغى مبارياتك كلها في الجوهرة. ليش؟ وغير انك انت اصلا مو من جدة، يعني انت اصلا تبغى الملعب الاكبر في جدة وفي ناديين في جدة. انت كيف؟ ايش الهيامة هذه؟ واضح انه الثلاثه الانديه الاتحاد والاهلي والهلال كل واحد ياخذ حقه، وما في احد يعني افضل من الثاني. زي ما الهلال بيلعب في عبد الله الفيصل، الاتحاد بيلعب في عبد الله الفيصل. صح انه مباريات الاهلي كلها في الجوهره بس شوف توقيتها زي الزفت في العصر، بس بحكم انهم لهم خبره في هذا الوقت ما عندهم مشكله هم. فما في حد افضل من الثاني. لا تعيش لدور المظلوم، الله يرضى عليك. العب مبارياتك وقفل هذا.
اقسم بالله اتحاد اسيوي فاشل، يمين بالله اتحاد اسيوي سيء بشكل مو طبيعي. بشكل رسمي مواجهة الهلال والسد ستقام على ملعب الامير عبد الله الفيصل يوم الاثنين 13 ابريل. مواجهة الاهلي ضد الدحيل في نفس اليوم على ملعب الانماء. طيب انا ابغى اعرف كمشجع هلالي ايش ميزتي يوم كنت متصدر؟ ولا شيء. الله يغبنا يا اخوان، اقسم بالله كنت اتمنى الهلال يلعب كل المباريات في ملعب الانماء، كنت ابغى 60,000 هلالي من دور ال 16 الين النهائي، لكن للاسف الشديد سطحونا في عبد الله الفيصل. من سوء حظ الهلال انه راح يواجه السد القطري في الدور القادم. من سوء حظ الهلال ان القرعة وضعت الهلال ضد السد. من سوء حظ الهلال انه راح يواجه المدرب التاريخي السيد روبرت مانشيني، اللي يعتبر من ارعب المدربين على مستوى خروج المغلوب على مستوى الاقصائيات. لذلك يا اخوان نسبة تأهل نادي الهلال للدور القادم 1%، نسبة تأهل السد مانشيني 99%. السد هو الحصان الأسود للبطولة، السد مرعب إلى أبعد حد، وأنا متأكد أن الكثير منكم لا يعلم مدى قوة السد مع هذا المدرب التاريخي مانشيني. مانشيني سيكون الحصان الأسود، وتذكروا كلامي جيدا. أنتوا تقعدوا ببعض مرة ثانية. أنتم ما في اللي أنتوا تتلعبون، إيش ذا؟ اصلا ما الاهلي ما يقدر يطلعوا الهلال، والهلال ما يقدر يطلعوا الاهلي. احسن كلكم تصاقعوا ببعض، احسن ان شاء الله تطلعون كلكم يفوز فريق من تايلاند. احسن خليتوني هناك مرمي لحالي، رميتوني هناك لحالي عند الكوريين واليابانيين كلهم خليتوني مع العيون الضيقه. الله يضيق عليكم. هي انتم تحسبونكم سهلتوها لنا، يعني بنروح هناك نجيبها ونجي. ها والله ما بنجيب رقص. تبغى رقص وتبغى هذا فيه بس ما تبغى ترندات عندنا. اما اجيب لك كاس اسيا ما اجي، كاس اسيا اجيب لك كاس النخبه انت مجنون، اجيب لك تمر من نخله، بس كاس نخبه هذا مستحيل يا عمي. اعرفهم اعرف والله اعرفهم، والله حافظهم ايش بيسوون ويطيع. تعرفت اللي تشوف منه امل انه طع بس كذا. هذا هو الاتحاد والله. ما انه لو تعطيه الكاس للبيت، لو تديه البيت يقفل الباب وخلى الكاس برا. السلام عليكم، طيبين ولا ايش؟ شايف الوجه ذا؟ هذا ايام قرعة كاس الملك يوم حطونا في الجهة السهلة. شوف كيف كانت ضحكة بخدود والشغف بلا حدود. هذا وجهي دحين، شوف الدمعة. والقرعة سهلة برضو في آسيا، حطونا في المسار البسيط جدا، مسارنا فاضي بس سيارتنا خربانة. يا اخي السنة اللي نكون فيها، ولا اقول لك السنة دي احنا شكلها ما احنا فيها. الله يوفق يا اخي، انهض يا ابن الحلال، انهض الله يرحم جدك، انهض يا اخي، اصحى قوم خلينا نشوف ايش اللي يرجع، بعدين نرجع ننام، ما بيجي شيء. كاس الملك عاد قلت الخلود عندك هنا امورك بسيطة جدا، تروح تخلص عليه تروح النهائي. الاهلي والهلال صقعوا بعض، واحد منهم يجينا النهائي تعبان. رجعت تعبان، انا تعبان يعني حاليا، انا تعبان. في اسيا كيف حنروح ولا ما احنا رايحين ولا ايش يا رجال؟ اذا انتم رايحين قولوا لي عشان اشوف لي خرجه ثانيه يا اخي. القرعة النهائية للنخبة تجعل الأهلي في نصف النهائي رسمي. الأهلي السعودي بيلعب أمام الدحيل وبيلعب أمام فريق اسمه الجوهور، 100% بيتعداهم وبيلعب في نصف النهائي. حمد، نتكلم عن القمة الأصعب، نتكلم عن عقلية مانشيني وعن عقلية إنزاغي. إيطاليين تكتيك أسلوبهم واحد بنفس الوجه، يعني على قولتهم عينين في راس. إذا مين بيتغلب على الآخر؟ فريق فيسيل ليس بالفريق الصعب، فريق سهل جدا. أي السد لو يتأهل على الهلال بيفوز على فيسيل وبيلعب أمام الأهلي. لكن الأكثر أهمية، هل السد قادر على تخطي الهلال؟ في المستوى الفني أنا أقول لك السد بيتخطى على الهلال كمستوى فني، كأسلوب داخل أرضية الملعب، لكن كنتيجة أنا متأكد أنه الهلال بيواجه الأهلي السعودي في نصف النهائي. هذا أمر إحنا خالصين منه. طريق الاتحاد في النخبة سهل، ومتى كان في طريق صعب على الاتحاد؟ كل الطرق للاتحاد مفروشة بالورد، ومحطات وكافيهات، والدنيا مسفلتة والطريق جديد. ثبت السرعة بس 140 وامشي، حتى ساهر ما يقابلك. لكن مشكلتنا احنا في الاتحاد، السواق غشيم، السيارة فخمة ومعروفة في وكالتها في كل العالم، بس سواقنا غشيم أحيم، سواق طرق ما يمشي بالقوانين. يعني يسبب لك مشاكل. يمكن يوصل هناك لين عند البوابة يسحب لك خمسات، يفحل، يسوي لك ابزوقهم. هذه مشكلتنا في الاتحاد. يعني هو السواق عنده اللوكيشن، بس هو يحب يفتي من راسه.
ولا اللوكيشن واضح. امشي ثبت السرعه، خذ لك واحد بلاك كافي، شغل ابو نور محمد عبده عن طريق توصل بالسلامه. لكن سواقنا غشيم، احنا هذا اللي خايفين منه. فيا جمهور الاتحاد نحن نتفائل وثقتنا في الله كبيره، لكن لا نرفع سقف الطموحات، لانه حتى لو كان الطريق في النخبه سهل ما حيكون اسهل من طريقنا في كاس الملك. كان احنا طلعنا من الخلود، يعني تبي تقنعني انه الانديه اللي حتقابلنا في النخبه اسهل من الخلود؟ مين طلعنا من الخلود؟ السواق الطرق، السواق الاهيم. فنحن يبغى الان نتفائل لكن لا نرفع سقف الطموحات. ايوه لا نودي نفسنا انه خلاص وصلنا النهائي وصدمه ترجع لنا جبل، لا نمشي يا ابوي. عدينا التفتيش الاول الحمد لله، نكمل ان شاء الله نوصل بالسلامه. لكن مع السواق هذا الله يخرجنا. اهم شيء نكتر من دعاء السفر. فهمت ما فهمت مشكلتك، انا يدي برا، والله يوفقنا يا رب. تتأهل أول ما أدري الشروط ما يهم، المفروض إنك تاخذ أول مباراة أو إنك تاخذ يعني على الأقل ملعب زي الأوادم. لا أنت ما شاء الله تبارك الله ما أنت ماخذ ولا شيء. وزي ما قلت الفيديوهين اللي فاتوا إن الهلال بيلعب في عبد الله الفيصل، وها نحن هنا سوف نلعب في عبد الله الفيصل الساعة 9، وهي ما هي أول مباراة كمان. لكن على العموم المهم بإذن الواحد الأحد إنك إن شاء الله تركز في هذه البطولة بإذن الله هي مباريات ورا بعض. أنا متفهم البعض يقول لك إن لو لا سمح الله حصلت أي إصابة ما في مجال للتعويض، كلامك سليم، ولكن بإذن الله إن الهلال قده وقدود إن شاء الله، واللي بيجي بإذن الله نكرمه بإذن الواحد الأحد. هلالي لا تفرح مرة، أنت خلك على جنب لا تفرح، لأن بعد 4 أيام بواجهك أنا وبعلمك خسارة القادسية كيف تطلعها من ظهرك. وفي شنبي ذا صدق. في إيش؟ وفي شنبي ذا صدق. إيش؟ وفي شنبي ذا صدق. إيش؟ وفي شنبي ذا صدق. أنت المفروض تقول في تقويمي في أذني في شعري، ما شنب مالك شغل فيه. يوم من الأيام لقمت أنت من الشباب 6 وانسحبت من المباراة، ودارت السنين وراحت وجت وبارضة جبت الكارثة، هبطت اليلو. الحين تتطاول على الزعماء وانا اسوي يا صندوق. 12 لاعب اجنبي وجابها لك لين جدة وازعجتنا. الحين طلعتك من كاس الملك، واسف باذن الله اني انا اللي بطلعك ان شاء الله. عاجل يا اخوان، في حال تواجه الهلال والاهلي في نصف نهائي النخبه فتقسيم المدرجات ما حيكون 50-50، حيكون 8% للاهلي و8% للهلال والباقي مفتوح. يقول لك بالنظام ما في شيء اسمه 50-50. طيب الموسم اللي فات 50 كانت للاهلي و50 للهلال، ايش اللي اختلف دحين؟ يعني يا عزيزي الاهلاوي يا عزيزي الهلالي، من سبق لبق. المشكله مو هنا، المشكله في البوتات. التذاكر حتنزع على تطبيق ويبوك، المشكله في البوتات ذي اللي تنسف التذاكر في ظرف ثواني واحده بس. يعني في نسبة كبيرة ما حيلحقوا على التذاكر. هذه مصيبة وكارثة يمين بالله. 8% ذي تروح لجماهير الأهلي، لجماهير الهلال، للشركات التابعة للناديين، لكن الباقي مفتوح للجميع. يعني طاقة الطيور بأرزاقها، يا تلحق أنت ونصيبك يا ما تلحق. عاجل ورسميا إقامة مباراة ربع نهائي آسيا 2 في الإمارات العربية المتحدة، تفوز بتنظيم آسيا 2. وغضب كبير في البيت النصراوي، علما بأن الآسيوي الرافض استضافة آسيا 2 في الرياض بسبب أن السعودية تستضيف بطولة النخبة، وهذا يعارض البطولات الآسيوية. النصر والوصل في استاد زعبيل في مباراة واحدة، وكذلك نصف النهائي في استاد زعبيل. ننتظر من يعبر لنهائي الحلم. الاتحاد الآسيوي يحدد مواعيد دور 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة. الأهلي والدحيل والهلال والسد في نفس اليوم، بتكون يوم الاثنين 13/4. الأهلي راح يلعب ملعب الإنماء اللي هو الجوهرة الساعة 5:45. الهلال بيلعب الساعة 9 في ملعب الأمير عبد الله الفيصل. الاتحاد بيلعب بعدهم يوم اللي هو الثلاث 14/4 في ملعب الجوهرة. والله لي ساعة أبغى أستوعب ليش حطوا الموعد الساعة 5:45 ويوم الاثنين، يعني يوم دوامات، الناس مداومة. أقل شخص يخلص دوامه الساعة 2 الظهر، 3 4 العصر 5 العصر يخلص دوامه. كيف تبغاه يحضر؟ كيف تبغى جمالية الملعب تكون ظاهرة من بداية المباراة؟ لو في تيف ولو في أي حاجة يساعد الجمهور إنه يكون حاضر. 50,000 مو عدد بسيط ترى. يعني مباراة الهلال الساعة 9، بين المباراتين هذه ساعة وأكثر، ساعة تقريبا، قول ساعة. تقدر تخليها الساعة 7 عشان يكون خلاص تنتهي مباراة الأهلي على طول يلعب الهلال.
انا عارف لو في اشواط اضافيه مو مشكله عادي، حتفرج اشواط اضافيه ومباراه الهلال توها تبدا، بس ما تحشر جمهور يا اخي، والله شيء يقهر. لكن مو مشكله، الاهلي بيلعب ضد الدحيل الساعه 5:45، الهلال بيلعب ضد السد في ملعب عبد الله الفيصل الساعه 9. الاتحاد يوم الثلاثاء بيلعب ضد الوحده الاماراتي في ملعب الانماء الساعه 9. هذه مواعيد المباريات في دور ال16. بالتوفيق للنادي الاهلي، وباذن الله انها المره الثانيه لتحقيقنا بطوله كاس النخبه باذن الله. طيب، نزلت مواقيت مباريات دوري ابطال اسيا، دوري 16 ودوري 8 والى النهائي. اول مباراه راح يلعبها الاتحاد تكون في الانماء، والاهلي في الانماء، والهلال في استاد عبد الله الفيصل. الاتحاد تكون المباراه الساعه 9. الاهلي خلعوه يا اخوان، لو يلعبون في العصريات يوم الاثنين، راعوا احاسيسهم مشاعرهم. فريق يبغى يسوي تيفو اول مباراه لهم، يبغون يحضرون مبكر، تخليهم يستنون من بعد الظهر، ما هينفع. والهلال في ملعب عبد الله الفيصل الساعه 9. الهلالي انا ديني ودين الهلالي اللي يقول لك انا ليش الاتحاد الاسيوي ظلمني ما يلعبني في الجوهره. انت مين؟ انت من جده اصلا، ليش تلعب في الجوهره؟ هذا واحد. ثاني شيء، تراك المباراه الاولى راح تلعبها في عبد الله الفيصل، بعدين راح تلعب في الجوهره. الاتحاد كالمثل، راح يلعب في الجوهره اول مباراه، ثاني مباراه راح يلعبها في عبد الله الفيصل. فلا تدعي لي المظلوميه، يرحم اهلك. النادي الوحيد اللي راح يلعب في جميع مباراته في الانماء في حال تاهله هو الاهلي، انهم سووا له 1-0 لعبوه في العصريات، بس الاهلي هو الفريق الوحيد اللي راح يلعب في الانماء. يزعلنا النصر مو بالقرعه، اي نعم، ولكن في مواجهات كبيره. اذا انت تحب كره القدم لازم تستمتع، ولكن كل نصراوي واجب عليه يكون اهلاوي بالبطوله هذه، شئت ام ابيت لازم تكون اهلاوي، لان الاهلي لو اخذها النصر يتاهل دايركت 2029 كاس العالم للانديه. فالحمد لله اني انا في شويه مع الاهلي، يعني احب الاهلي، فراح ادعمهم بالبطوله هذه رسمي، وباذن الله اسيتون من نصيب النصر. الحمد لله الذي جعلنا من أصحاب اليمين، إن شاء الله دائما كده من أصحاب اليمين، قولوا آمين. أمس اليوم كله ماسكة معاي أغنية كده بسمع فيها اليوم كله، أغنية للفنان الراحل أحمد المصطفى الملقب بعميد الفن السوداني. والليلة نزلت القرعة بتاعت عميد الأندية في النخبة. فيا جماعة لما جيت ربطت الكلمات كأنه الكلمات بتاعت عميد الفن موجهة لعميد الأندية في النخبة. اسمعوا الكلمات، بتقول يدي منافر لمتين نفورك، كفاية جاير صداك وجورك، الدنيا تحلى صعابة سهلة، بسروق وأحلى. يدي منافر ل200 نفورك، من 2005 نافر من البطولة، حرام عليك 21 سنة، كفاية يا أخي، كفاية جاير صداك وجورك، كفاية والله حرام اللي بتعملوا فينا ده. الدنيا تحلى صعابة سهلة، يعني بقولوا عليها صعبة، طلعت أسهل مما نحن متوقعين ذاته. بس روق واحلى، روق المانجا يا معلم، وبالراحه انت كده بتصل النهائي، وان شاء الله تشيل النهائي وترفع النخبه، ويكون احلى اتحاد فيك يا اسيا. يدي منافر ل200 نفورك، كفايه جاير صدك وجورك. افعلها يا اتحاد، بليز افعلها. اتحاد وهلاوي وهلال ركزوا معايا، مباريات فريقه في كاس النخبه على اي ملعب راح يلعب، بس قبل اقول لك فريقك على اي ملعب راح يلعب، الاضافه واللايك، لاني نزلت فيديو قبله وطلع بدون صوت وحذفته، فشير الفيديو الله يسعدكم. ابدا فريق الاتحاد، مباراه دور 16 اللي حيلعب الاتحاد مع الوحده الامارات راح تكون على ملعب الانماء اللي هو ملعب الجوهره، وفي حال تاهلنا دور ال8 حنلعب مباراه دور ال8 على ملعب الامير عبد الله الفيصل، وفي حال تاهلنا لدور نصف النهائي نلعب على ملعب الجوهره، والنهائي حيكون على ملعب الجوهره، وباذن الله الاتحاد راح يوصل للنهائي. نيجي للاهلي الجار، بما انه حامل للقب حيلعب مبارياته كلها على ملعب الجوهره. اما عن الهلال فراح يلعب مباراته ضد السد في دور ال16 على ملعب الامير عبد الله الفيصل، وفي حال تاهل راح يلعب مباراته كلها على ملعب الجوهره. تحسب خلصنا؟ لا يا حبيبي، اسمع الاوقات الغريبه اللي حطها الاتحاد الاسيوي. الجار الاهلاوي عندك مباراه في توقيت غريب، اذا تاهل الاهلي لدور ال8 حيلعب مباراته على ملعب الجوهره، بس الساعه كم؟ الساعه 5:45 وفي جده. اما عن مباريات نصف النهائي والنهائي راح تكون الساعه 7:15 في جده في ملعب الانماء، وباذن الله هذا الكاس من نصيب الاتحاد. قولوا يا رب يا اخوان، اضافه ولايك،
تعالوا الاصفر صلى على النبي. السلام عليكم. بس السلام عليكم، الصحة كيف ملوك؟ الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات. نزلت قرعة دور الربع النهائي للنخبة، في حال فزنا على الدحيل بإذن واحد أحد. يا أهلي ما فيها، يا تفوز يا تفوز، نتأهل نروح نلعب ضد جوهور دار منقليز، هذا محل سباق أكثر من إنه نادي. وأنا ما بتريق وفلا معاك يا أهلي، لأنه إحنا مفلا معاك شوية، إلا أنت مفاجئنا طالع من بدري. هيا انتبه، أنا كلمتك حبة حبة خطوة خطوة قدام الدحيل. فريق محترم ولكن احنا افضل على الورق، بعدين نلعب ضد الفريق الثاني ده الماليزي. والظاهر انه فيها هلال مرة ثانية. هلال ايش تبغوا مننا انتم؟ المشكلة يا هلال والله ما احنا خايفين منكم. في الملعب المستطيل نقدم 80 دقيقة ولا احلى، لكن حظكم يفلق الصخر. نلعب 80 دقيقة نمسك كورة شوية الا مندي يتزحلق بموز والكورة تخش الباب. يا اخي مو معقول اللي تسووه. على العموم فلنا التوفيق ان شاء الله في النخبة، ورسالة الاهلي في اسيا واضحة. الحمد لله يا رب، الحمد لله. مباراة الاتحاد دور 16 في الجوهرة كان كابوس، يا لاقيها في الفيصل ولا لقيت يلعب في العصر. بإذن الله في حال إذا تخطينا الوحدة، وهي المباراة اللي بالنسبة لي أنا الأهم إنه اللي يكون فيها الحضور الجماهيري، إذا تعدينا الوحدة راح نلعب مع الفريق الياباني اللي هو ماتشيدا، راح نلعب معه في عبد الله الفيصل، وبإذن الله إنها إيزي وتمشي المباراة ويصير نصف النهائي ونهائي في الجوهرة. لكن المضحك الموضوع وين؟ يا أخي الأهلي يا أخي مباراة في العصر ويوم الاثنين، والله لو إنه الكابو هو اللي مفكر يسوي الجدول هذا ما يطلع بالوقت واليوم هذا. يا أخي مستحيل يا أخي، يا اخي مستحيل يا اخي يوم الاثنين في العصر. يا اخي مباراه في العصر، يعني من زين الاجواء عندنا اصلا عشان تلعب في العصر، وكمان ما يمديك تسوي تيف، وما بيكون الحضور الجماهيري اللي هو بدايه المباراه فل الفل. والله حزينه يا الله. الصراحة كيف انا اكتشفت انه في السوشيال ميديا او في التيك توك بالاخص الكومنتات تعتمد على اول كومنت. صاحب اول كومنت هو قائد لجميع الكومنتات. يعني انا تكلمت على اساس انه الفريق الماليزي فريق ما هو قد كده. يعني اذا ان شاء الله اذا ربنا وفقنا في مباراه الدحيل لا يقارن مع الاهلي، هو لا يقارن مع كثير من الفرق، مو مع الاهلي فقط. جاء واحد بس كتب انه الفريق الماليزي ده قوي ومتصدر دوري، كل الناس كتبوا تحته فريق الماليزي قوي. يا اخي قوي ايه يا جماعه الخير؟ قوي ايه؟ انتوا تقارنوا الدوري الماليزي بالدوري المصري؟ يعني المتصدر في الدوري المصري الاهلي المصري، لو جاء حينفخك من الاخير. المتصدر في الدوري الماليزي تعتبره زي المتصدر في الدوري عندنا، او متصدر الدوري الانجليزي، او متصدر زي اوكلاند سيتي. اوكلاند سيتي لعب كل كؤوس العالم للانديه ومتصدر دوري اليوم وامس وقبل امس. مين فينا ما قد لزوا؟ في فرق في المعطيات. برضو كرة القدم تعتمد على احترام الخصم. طالما الاهلي بيحترم الخصم اللي قدامه انتهى الموضوع. الدحيل فريق محترم نركز عليه، عنده فيراتي، عنده بيانتيك المهاجم، عنده بولبين الجزائري، فريق هجومي بحت، مدربهم جميل جدا جمال بالماضي. مهما قدمت لي اسماء لاعبين مميزين سواء كانوا في الدحيل او في الفريق الماليزي، ترى هم 2 3 لا يقارنوا بلاعبين الاهلي. طب هم ايش يشوفوا لما يطلوا في الدوري السعودي ويشوفوا جالينو ورياض محرز وكيسيه وتنقانو وتوني وهذا؟ هم المفروض يخافوا منك، مو انت تخاف منهم. لا تقدموا لنا صوره الحشر والاعذار من دحين، اطمحوا لقدام لو سمحتوا. هي كرة القدم معتمدة على احترام الخصم، وانك تكون في يومك، وانك تكون رجال. رجال تفوز، تخسر لا تقدم اعذار، ارجع نام في بيتكم. على العموم وبالمختصر المفيد، كرة القدم تعطي اللي يعطيها. كن رجال باذن الله تكرمك. السنة اللي راحت الاهلي اكرم جميع الفرق، كان رجال في جميع المباريات، لعب كل المباريات على انها نهائي، اتوجنا ولله الحمد. السنة هذه نبغى نفس الشيء. فهمتوا الموضوع ولا تيجوا خاصة؟ فهم درجة يا رجل. حتى الكابتن حسين عبد الغني قال اتمنى انه الاهلي يحافظ على بطولة النخبة. هو ما قال الكلام ده لانه عارف انه الاهلي يقدر. وحطوا في بالكم يا جمهور الاهلي السنة دي، خلينا على السنة دي، سيبوا السنين اللي فاتت. السنة دي حط في بالك انه ترى ما في احد يبغى يقابلك، ما في احد يبغاك، خذ مني كلام. فالموضوع ناقصه مرجله بس. تم تحديد ملاعب مواجهات الاتحاد في كأس النخبة الآسيوية. مواجهة الاتحاد الوحدة الإماراتي ستكون في ملعب الجوهرة بتاريخ 14 أبريل الساعة 9 مساء. في حال فوز الاتحاد سيواجه فريق ماتشيدا الياباني في ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وستكون المباراة بتاريخ 17 أبريل الساعة 9 مساء. في حال فوز الاتحاد بإذن الله سيلعب دور نصف النهائي في ملعب الجوهرة أمام أحد الأندية الثلاث، يا إما تراكتور الإيراني، يا إما شباب أهلي دبي، أو فريق يونايتد التايلندي. ستكون هذه المباراة الساعة 7:15. في حال وصول الاتحاد بإذن الله إلى نهائي كأس النخبة الآسيوية ستكون المباراة بتاريخ 25 أبريل في ملعب الجوهرة الساعة 7:15. بإذن الله يكون هذا اليوم هو موعد جماهير الاتحاد في ملعب الجوهرة، وبإذن الله نفرح في كأس النخبة الآسيوية.
اليوم صارت قرعة الوصول للنهائي في نخبة آسيا، الهلال والأهلي بنفس المسار، الاتحاد بمسار لحاله، يعني يقابل الهلال والأهلي في النهائي بس. الله يجعل البطولة من نصيب الاتحاد بإذن الله، لكن والله إنها صعبة. ممكن نشوف الكلاسيكو أو الديربي في النهائي، وممكن نشوف الاتحاد ما يوصل للنهائي خير شر. يعني البطولات السنة هذه قاعدة تيجي مع الاتحاد، بس الاتحاد مو قاعد يروح معاها. أتمنى من اللعيبة والمدرب والإدارة والجمهور يوحدوا الصفوف ل4 مباريات بس. 4 مباريات تخليك بطل قارة وتمحي الصورة السيئة اللي صارت هذا الموسم. 4 مباريات بعدين خلي كل واحد يتفارق ويشوف طريقه، ويا دار ما دخلك شر، بس فرحونا بهذه البطولة. هذه البطولة بإذن الله يعني أنا عندي إيمان إنه اللي يجيبها مرجلة لعيبة. ممكن لاعب يكون سوبر هيرو يجيب البطولة مثلا زي بيرغوين، يعني هو الوحيد اللي في بالي اللي أتأمل منه خير. حنشوف ايش يصير، وباذن الله يكتب الخير للاتحاد. ما فيش ماتش في السعوديه غير الهلال والاهلي ولا وشو؟ جماعه مو طبيعي، كم مره تواجهوا ذي السنه. تذكرت السنه لا تنطق عشان ما تتبلك. طبعا قدامك الحين الادوار الاقصائيه للنخبه. الاهلي ضد الدحيل، في حال فاز يواجه جوهر. الهلال ضد السد، في حال فاز يواجه الفريق الكوري او الياباني، ما ادري الصدق. المهم في حال ان فازوا الهلال والاهلي في مبارياتهم يتقابلون وين؟ في نص النهائي، نفس السنه اللي راحت بالضبط. اما الاتحاد تناديك الاتحاد، تكفى الاتحاد. والله يعني شوف والله مسارك اسهل من مسار الهلال والاهلي. والله العظيم انه اسهل. مسار الهلال والاهلي والله انه صعب يا جماعه الخير. مسار الاتحاد سهل. يرحم امك، لا تتخاذلون ارجوكم. في الاخير اعطونا توقعاتكم لبطل النخبه، وهل الهلال بواجه الاهلي او لا؟ بعد ما نزلت القرعة أقدر أعلنها وبالفم المليان، في حال إنه الأهلي ما حقق النخبة الموسم هذا سموني دامس. خلاص انتهى النقاش، احتفلوا.